السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الحصان في المنام للمتزوجة. رؤيا الحصان الأبيض في المنام للمتزوجة يدل على المال الكثير والأولاد. رؤية ركوب الحصان للمتزوجة يدل على أن أمور حياتها ستتغير للأفضل بشكل تدريجي بإذن الله. رؤيا مجموعة من الأحصنة للمتزوجة تدل على أنها سوف تلد أولادا كثيرة. رؤية الرائية للحصان يركض بشرة خير للرائية في حياتها. دخول الحصان إلى منزل الرائية تدل على الخير الكثير الذي سيحل على منزلها. يشير الحلم من وجهة نظر ابن سيرين أن الرائية تمتلك مكانة كبيرة في المجتمع. رؤيا الحصان في المنام للمتزوجة يدل على الانتصار على الأعداء وهزيمتهم. رؤيا الحصان الذي يميل لونه للأحمر في المنام للمتزوجة دليل على هزيمة الرائية لأعدائها ومدى قدرتها على التغلب على المخاوف والقلق الذي تشعر به. رؤيا الحصان ذات اللون الأشقر دليل على تعرض الرائية لمشكلة هتأثر عليها بالسلب. رؤيا الحصان الأسود دليل على العيش الهنيء الذي تعيش فيه الرائية، كما أنه دليل على الرزق والمال الكثير الذي في حياة الرائية. الحصان البني في منام المتزوجة دليل على مدى حبها لشريك حياتها وبيدل على حظ السعيد للرائية. رؤيا الرائية للحصان البني أيضا بيدل على أنها ستلد في القريب وستكون ولادتها ميسرة إذا كانت حامل. رؤيا المتزوجة للحصان ذات اللون الغامق دليل على أنها ستلد مولود ذكر سيمتلك مكانة عالية بين الناس إذا كانت حامل. أما رؤيا الحصان الأبيض فهو يدل على فتاة جميلة سوف تلدها. رؤيا ركوب الرائية للحصان ذو الأجنحة يدل على مدى حب الرائية لزوجها. ركوب الحصان والطيران به دلالة على مكانة مرموقة في عملها. رؤيا الحصان الهائج للمتزوجة في المنام ويدعس عليها دليل على عدم تمكن الرائية من الوصول إلى طموحاتها. رؤيا حصان هائج يقفز ويركض دليل على أن هناك خير كثير ستحصل عليه الرائية. رؤيا المتزوجة للحصان كبير يلاحقها وتحاول الهرب منه دليل على الحزن في حياة الرائية. وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.